أكبر وأضخم قرار في التاريخ من رئيس الجزائر. غادي نحلوا مشكلة قلة اللحوم في الجزائر في رمضان، ولكن باش بهذا يا سيدي بهذا وراك في دولة هوك. مبروك للمغرب والمغاربة، ماما فرنسا حنات الراس، وفي هذا الشهر غادي تعترف مغربية الصحراء، وغادي نشوفوا علاش وكيفاش وشنو طرا. كل شيء كان كيتسنى الاسد الافريقي ما يبقاش يدار في المغرب. وشتو العام اللي فات بزاف ديال الدول، يعني الدول الاعضاء ماشي الاعضاء ولكن الاعداء ديال المغرب هما اللي طالبوا بهذه القضيه هذه، ولكن امريكا جاتهم من الاخر وهذا الشيء اللي قالت ليهم. إلا شجعتينا بلايك شكرا لك بزاف، كيبقى هذا واحد الحاجه اللي زوينه منك. ما شجعتيناش بلايك راها هانيه. دابا هذه كانت صغيره غادي نحيدوها، نديروا لها هكا ونديروها هذه واش هنا حمر. احب من احب او كره من كره. هذه صغيره، حنا بلادنا كبيره اللهم لك الحمد. من انتم؟ حنا المغاربه. استوردنا البصل، استوردنا البطاطا، استوردنا الثوم، استوردنا كل المصيبه استوردناها. الجزائر قوه ضاربه. أعطت الزيارة التي قام بها هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي إلى العاصمة المغربية الرباط وإجرائه لمباحثات مع كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال دكتور دارمي بالخير الفاروق، أعطت إشارات واضحة على استمرار إجراء مناورات الأسد الإفريقية العسكرية في المملكة المغربية، وذلك بشراكة مع القوات الأمريكية. وحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء في هذا السياق، فإن المسؤول العسكري الأمريكي أكد إلى جانب المسؤولين العسكريين المغاربة على أهمية التمرين السنوي المشترك الأسد الإفريقي الذي يمثل رافعة أساسية لإنجاح قابلية التشغيل المشترك للقوات المسلحة. وشدد المسؤولون الثلاثة على الإدارة المشتركة لزيادة تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة في كلا البلدين. وأبرز الجنرال الأمريكي وفق نفس المصدر أهمية العلاقات العسكرية الوطيدة والحقيقية والممتازة التي تربط الولايات المتحدة بالمغرب، مشيرا في هذا الصدد إلى مناورات الأسد الإفريقي التي تقام منذ حوالي 20 سنة والتي أثبتت فاعليتها والعديد من القضايا الأخرى والمتعلقة بالأمن الإقليمي. وأوضح الجنرال ميلي أن الولايات المتحدة تعتبر المغرب شريكا وحليفا كبيرا ليس فقط في المنطقة بل على مستوى القارة الإفريقية بأكملها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة كانت أول بلد يعترف باستقلال بلاده، وبالتالي فإن بلاده تسعى لتعميق العلاقات الثنائية مع المغرب وتوسيعها. وتعتبر تصريحات الجنرال الأمريكي بمثابة تأكيد واضح على استمرار العلاقات الثنائية القوية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في المجال الدفاعي، واستمرار تنظيم مناورات الأسد الإفريقي العسكرية في المملكة
كتجسيد لمتانة العلاقات الثنائية، وبالتالي لا يتوقع أن تقدم واشنطن على تغيير مكان إجراء هذه المناورات الأضخم في قارة إفريقيا إلى بلد آخر. الجنرال الأمريكي أكد في هذا الصدد على ما أسماه حقائق يجب ذكرها، حيث قال: لقد كان المغرب مضيفا ل18 تدريبا للأسد الإفريقي، ولديهم قدرة هائلة على القيام بذلك. قدرتهم العسكرية عالية جدا، ولديهم أيضا البنية التحتية ونطاقات التدريب، وكل ذلك إنهم يقصد المغاربة مضيفون رائعون. وأضاف قائد أفريكوم: سنواصل الاستكشاف لكيفية زيادة تنويع الأسد الإفريقي، لكنه أكد في هذا السياق أنه سيكون من الصعب العثور على أي بلد في إفريقيا على ما أعتقد يمكنه على الأرجح الاقتراب مما تمكن المغرب من القيام به على مدار 18 عاما. سيكون من الصعب العثور على بلد يمكنه فعل ذلك، مشددا على أن أفريكوم تتطلع للعمل مع المغرب في التداريب المقبلة. هذه رسالة لهذوك الناس اللي كانوا فرحانين وتيقولوا الأسد الإفريقي صافي هذا آخر عام غادي يدار في المغرب. الأسد الإفريقي مازال كاين في المغرب، حيث المغرب أسد إفريقي. كشف كريستوفر لوكرتيا السفير الفرنسي بالرباط أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب خلال الربع الأول من 2023، أي خلال هذا الشهر. وخلال مقابلة مع موقع عرب نيوز قال كريستوفر لوكرتيا أن الزيارة موضوع تحضيرات كبيرة من كلا البلدين من أجل إعادة بناء الشراكة الاستثنائية القائمة بين فرنسا والمغرب. وأضاف أن الجانبان يعملان على التحضير الجيد للزيارة على أعلى مستوى، وذلك لضمان عدم تأجيلها مرة أخرى. وأكد السفير أنه مقتنع بأن الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى المملكة ستعيد بناء هذه العلاقة الاستثنائية بين البلدين، والتي ستستمر في غضون 10 أو 20 عاما المقبلة. وشدد السفير الفرنسي على أن فرنسا تغيرت والمغرب له تحديات كبرى، وبالتالي فمن المنطق تماما بل ومن الضروري إعادة النظر في الشراكة بين البلدين. هذا الشيء كنا عارفينه، وكنا عارفين أن ماما فرنسا غادا تركع بزز منها المغرب والمغاربة، وهذا الشيء اللي طرا دابا. راه كاينه تحضيرات كبيرة للزيارة ديال ماكرون من فرنسا ومن المغرب وبالشروط ديال المغرب. اشنا هي هاد الشروط؟ هذه هي الاعتراف بمغربية الصحراء. هاد الشيء اللي غادي يطرا في الزيارة المقبلة، وهاد الشيء راكم عارفين علاش. ان المغرب ملي العلاقة ديالو خسرت مع فرنسا، حيت فرنسا هي اللي خسرت العلاقة باش انها دير الخاطر الجزائر. راكم شفتوا الحالة اللي طاريه ليها في افريقيا، يعني تم الطرد ديال فرنسا من افريقيا. وهذا الشيء كامل كيبين المكانة الكبيرة اللي كاينه عند المغرب عند الافارقه. هذاك الشيء علاش فرنسا حنات الراس وغادا تجي للمغرب وغادا تعترف من المغرب بمغربيه الصحراء. هذا الشيء صعيب وصعيب بزاف على الجهه ديال هوك. يلا نمشيو للجهه ديال هوك اللي قررت انها تحل المشكل ديال اللحوم، ولكن بهوهو. في خبر حصري، فلقد وجد العبقري تابون حلا لأزمة النقص الحاد في اللحوم الحمراء قبل حلول الشهر المبارك رمضان. ولن تخسر الدولة دينارا واحدا بهذا الحل السحري، بل على العكس تماما، فستضخ في خزينتها أموالا طائلة من جيوب المواطنين البؤساء، وذلك جراء بيعها اللحوم الحمراء للشعب المغبون، وذلك بأثمنة باهظة كالعادة. المهم في الأمر أن رمضان هذا العام سيكون استثنائيا، حيث أن الكل سيأكل اللحم، ولحما محلي أيضا، لحم جزائري أصيل. ولكن لأخبركم أولا عن الحل السحري الذي فكرت فيه العصابة. تبرمج مصالح البلديات بالولايات على صعيد الجمهورية وبقرار جمهوري عملية جمع وإيواء الحيوانات المتشردة بما فيها قطط وكلاب وحمير وبغال، وذلك للاعتناء بها
وذلك عبر تراب كافة الولايات. وحسب البيان الذي تحصل عليه إحدى المواقع الجزائرية فإن العملية ستنطلق خلال بداية هذا الأسبوع ابتداء من الساعة 10 ليلا بجميع الولايات والبلديات، وقد تستمر العملية إلى غاية الأحد من نفس الأسبوع أو أكثر، وذلك على حسب الكمية المحجوزة. وباش نلخص لكم هذا الخبر هذا، فالجزائر قررت السلطات ديالها باش انها قالت لك غادي تجمع كاع الكلاب والحمير والبغال الضالة في الجزائر وغادي تمشي دير لها مراكز ايواء. الجزائريين كيتسائلوا قال لك كيفاش في هذا الوقت هذا بالضبط، والجزائر كتعرف ازمه كبيره بزاف ديال بيع اللحوم، ما كاينش عندهم اللحم نهائيا. القضيه فيها ازمه، علاش المصالح ناضت كتجمع الكلاب والبغال والحمير في هذا الوقت هذا، لدرجه انها قالت لهم راه ان فوا غنخرجوا بالليل ونبداو نجمعوا الكلاب، شدوا كلابكم اللي عنده شي كلب مربيه يخزنوا، حيت راه لقيناه غنديوه، يعني الماء والشطابه حتى كلب ما غيبقى يدور، حتى حمار ما غيبقى يدور. الحمير حنا كنعرفوا انها كتذبح في الجزائر وكتباع اللحوم ديالها عاديه، الريبورتاجات ديالها كدوز في القنوات الجزائريه عادي، ولكن هذه المره الكلاب ايها سيدي الكلاب. الجزائريين كلهم استشعروا الامر وقالوا كيفاش القضيه، الناس كاينه مشرده في الزناقي والسلطات ما مديهاش فيها وغادا تنوض تجمع الكلاب. اذا القضيه اشنو فيها ان فيها اللحم ديال هو تهلاو فراسكم، تلاقاو في فيديو الماجي ان شاء الله. بسلام عليكم.